طبعا البارحة نشرت لكم النستلة البيضة. مثل ما قلت لكم راح ننشر لكم النستلة الدارك اللي هي السوداء. هذا البلوك الكيلوين نفس النستلة الشقرة والبيضة. وزنها كيلوين ونص. تجي بهاي الشكل هذا. مين اشتريها من الشورجة. طبعا كل مواد الكيك بالشورجة تصير شارع بصف سوق العربي. اكبر مكان يبيعون بيه مواد مال الكيك جملة، من مواعين، من شغلات مواد الكيك، مروالات، نستلة، كريمات، وبأسعار كلش رخيصة. هم هناك تجار المواد بالشورجة بصف سوق العربي. طبعا طريقة تذويب هذا النستلة الدارك نفس البيضة. نخلي لها ربع بوطل زيت ونخليها بالميكروويف 5 دقائق. اول شي راح اخليها على 3 دقائق انه برجع اخليها بعد اضيف لها دقائق. طريقة سهلة وواضحة قدامكم. سهلة متابعة. قاعدها ورا ما تموحها وتشتغل بيها هم ترجع تجمد. نعم ترجع تجمد. وعادي من كل ما تشتغليها مثلا تخليها بالميكرويف وتذوبيها. هاي قدامكم مثل ما جاي تشوفون. اخليها 5 دقائق بعدين اطلعها بالسباتيلة اخبطها. اخلي الزيت والنستلة نخبطها نسويه. صبوها على القطع، على القوالب، تشتغل على المعجنات وين ما تريدون تشتغلون بيها تشتغل. البارحة نشرت لكم البيضة هاي الدارك السوداء. ان شاء الله باكر نشر لكم الشقرة. هن ذني النسلات التركية اللي نشتغل بيهم بالمعامل 3 الوان بيهن، البيضة والشقرة وهاي السوداء. اتمنى تحفظون المعلومات اللي جاي انشرها حتى ان شاء الله من نبدي دروس مال الكيك الاسفنجي حتى تزيين ما تزيين ما حد يسألني بالتعليقات هاي شنو، هاي مين، هاي شلون اشتغلتها، هاي شلون ذوبتها. حتى شنو معلومة يومية جاي انشركم معلومة لحد ما تكمل عندكم كل شغلات. يعني بعد اذا عايزين قالب مال كيك قدامكم انتم تعرفون شلون ذوبت النسة، تعرفون منين اشترينا المواد، تعرفون شلون خلينا هاي الحاجة مثلا، تعرفون الكريمة شلون سويناها، تعرفون سعرها. يعني تكونون يعني بالمصلحة خبرة ان شاء الله. هاي مثل ما جاي تشوفون. احتاجت وقت بعد راح اخليها. خليت لها بعد دقيقتين من هناك للدقيقة 5 دقائق. طبعا انا سرعت الفيديو حتى لا يصير طويل. حتى قدامكم بالكاميرا جاي مطلع لكم الوقت شلون جاي يمشي، حتى يعني ما قطعت اي وقت من التصوير حتى كل شي يكون واضح، بحيث تقدرون تخلون الفيديو قدامكم وتسمعوها شلون تذوبوها للناس اللي استوها جاي بالمصلحة ما تعرف فد مرة. هاي مثل ما جاي تشوفون. هاي طرق طبعا مال المعامل كلها هيك المعامل يشتغلون هيك يذوبون النستلات بكل سهولة. لا حمام بخاري ولا مي ولا كذا. عند الحاجة كل ما تريدون تشتغلون ذوبوه. يعني اكو اجهزة هواي مال مايكرويف رخيصة هسه جاي يبيعون بيها على الفيس. انا جاي اشوفهم ب80,000 الجهاز. جهاز عملي واحجامهن كبار. مهم كل واحد يعني وكل بيت يشتغل او بيت يعني عائلة يكون عندهم جهاز الميكرويف. طبعا بالاكيد يفيد. هاي مثل ما جينا طابع عندي 5 دقائق كلش كافية. الابس نسوي اخبطهم يعني بالسباتيلة سوى يعني الابس الزيت ويا النستلة واستعملها بالقطع. اني بالقوالب دائما انشركم اياها انشر قطع. انا زي قطع استعمل هاي الطريقة. هاي النستلة السوداء. اتمنى يعني معلومة فادتكم. معلومة بسيطة بس ان شاء الله قيمة وفادتكم. هاي هيش كلش كافي. التقيكم في فيديو جديد ان شاء الله.